السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ واشركم مبروك ان شاء الله باش ما تمنيتو يا ربي. اليوم نقترح عليكم واحد الوجبه تشاركوها معايا، بنينه وكتعجبني بزاف وكتجي حلوه. الكريب بطريقه حلوه، اولا على الطريقه الحلوه. المهم كيعجبني بزاف وكيعجبني في الشهر الكريم هكايا من بعد الفطور، يعني من بعد الصلاه، تاكلي مع كمع كويس تاع اتاي ولا شي حاجه بارده ولا عصير ولا. المهم كيجي زوين بزاف، واللي ذاقوا عندي كيعجبو قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم، واخا غيكون سري ان شاء الله. المهم كتاخدي التفاح كتقطعيه بطريقه رقيق بحال هاد الشرائح هادو كيف كتشوفوا. معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي 2 معالق ديال السنيده، وغادي نضيف فيه معلقه صغيره ديال القرفه اللي كتعطي واحد لوغو واعر واعر. ونسيت ما قلت لكم بلي داك التفاح راني درت عليه معلقه ديال السيترون هكا باش ما كيتاكسلش وكيبقى اللون ديالو فاتح هكا. المهم هاد الحشوه هادي عرفتي راه اللي باقا عندكم ما كيعرفوا واش بغويد واش تفاح واش كيجي كريمي وكيجي بنين بزاف. عرفتي القرفه كتعطي واحد المذاق، سيرتو الناس اللي يزالوا القرفه. وهنايا كنوجد هذا كريم باتيسري كيف كتشوفوا، غير ديال علبه. يعني كندير معلقه والحليب وهكايا عيني ميزاني وشويه ديال السنيده، يعني كنتحكم في السنيده بما انني درت السنيده في الاول، وكنبقى نطيبو حتى كيجي هكا كريمي. ما كنخليهش يقصح بزاف لان حاجتي به بحال هكا كريمي يجي بحال الزبده. ملي ندهنو في الكريب يجي زوين ويجي هكا كريمي، ما يجيش شاد بزاف. المهم هاد الوصفه وكيف كتعرفوا الكريب خلاص راه غنخلي لكم مقادير في صندوق الوصف ان شاء الله، اللي اقتصادي بزاف وغير مكلف، وممكن توجديه في اخر لحظه، يعني ما كيخمر ما كيبقى ما والو، يعني كتخليه تقريبا واحد 5 دقائق هي يرتاح بين ما تغسلي دوك الموينات وصافي. هو هنايا كناخذو كنقسم كل وحده على جوج. انا عندي المقله كبيره شويه، كنقسم كل وحده على جوج باش هكا كيجي زوين الصراحه، راه ما كيقارش وما تشبعوش منه. سيرتو كنحطو في الثلاجه كيف كتشوفوا. كندير معلقه كبيره ديال كريم باتيسري، وكندير داك الطريفات ديال التفاح معسل بعد ما برد، وكنحطو بالصحه والراحه. كنحطو في الثلاجه باش حتى كيبرد، عاد كنقدمو بارد. هاد الكريب هذا كيجي بارد وزوين وحلو وكاع كيعجب اللي ذاقوا عندي صراحه كيعجبو. هذا علاش قلت علاش لا ما نشاركوش معكم ان شاء الله. وحتى نتوما كتغير في الشهر الكريم هكايا، كتبغيو كلشي كيبغي حاجه حلوه، كيبغي شي حاجه حلوه، علاش لا ما تصيبوهاش في الدار، فكتجي بنينه بزاف، وفي نفس الوقت نتوما كتحكموا في ديك الحلاوه ديالها. يعني صراحه بهذه الطريقه كيجي لذيذ بزاف، وبهذه الحشوه المميزه كيجي حسن من الشوكولات بزاف، ولوغو ديال القرفه كيلعب واحد الدور رائع. جربوا، انا اكيده انه غادي يعجبكم ان شاء الله. شكرا بزاف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.